أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع ممكن يكون بيمثل أزمة لناس كتير. أول يوم في الجيم، وهنحول إحساس إن الواحد تايه ومش عارف يعمل إيه لخريطة واضحة وثقة كاملة. خلينا نبدأ من هنا. المشكلة الحقيقية مش في قوة العضلات، المشكلة في عدم وجود خطة واضحة. الإحساس بإنك ضايع وسط أصوات الأجهزة والحديد هو ده الحاجز النفسي الأكبر، مش الأوزان نفسها خالص. أول يوم في الجيم ده عامل زي المتاهة بالظبط. خلينا نفهم الإحساس ده كويس، والأهم نعرف إزاي نخرج منه ونبقى مسيطرين. ده شعور طبيعي جدا على فكرة، ومفيش أي داعي لأي إحراج. كل واحد شايفينه محترف حوالينا في الجيم مر بنفس التجربة دي في يوم من الأيام. المكان جديد، الأصوات عالية، والإحساس إن كل الناس بتبص عليك ممكن يكون صعب قوي. والأسئلة دي بتفضل تلف في دماغ أي حد لسه بيبدأ. التفكير بيبقى هايج ومشوش، هو شكل غريب وأنا بعمل كده، طب أروح على الجهاز ده ولا اللي هناك؟ الأسئلة دي للأسف هي اللي بتخلي ناس كتير تستسلم قبل ما تبدأ بجد. بس اللي هنقدمه النهاردة هو الحل. اعتبروا الخريطة بتاعتك جوه المتاهة دي، خطوة بخطوة هنحول كل علامات الاستفهام لنقاط قوة وثقة. طيب، عشان نفهم الخريطة دي، أول حاجة لازم نعرفها إن الجيم مش مكان عشوائي. لأ، ده متقسم لمناطق منظمة جدا، وكل منطقة ليها هدف استراتيجي. الجيم متقسم ل3 مناطق أساسية. بنبدأ بالمنطقة الخضراء، الكارديو، زي المشايات والعجل، ودي مرحلة تسخين وإعداد للجسم. بعدها بنروح للمنطقة الزرقاء، منطقة الأجهزة، ودي أهم محطة لأي مبتدئ، لأنها بتأمن الحركة وبتعلم الجسم المسار الصح لكل تمرين. وأخيراً لما ندخل الأساسيات بنوصل للمنطقة الحمراء، الأوزان الحرة زي الدنابل والبار، ودي بقى مرحلة الاحتراف. حلو قوي الكلام ده. بعد ما عرفنا هنتحرك فين بالظبط، لازم نفهم إزاي نتمرن. التمرين مش مجرد حركات عشوائية وخلاص. التمرين ده عبارة عن معادلة دقيقة. الجسم عشان يستجيب ويتطور لازم نكلمه باللغة اللي بيفهمها، لغة الأرقام والمنطق. الفرق بين شخص بيتحرك وخلاص وشخص بيتمرن بذكاء هو إنه فاهم المعادلة دي وبيطبقها. أول حاجة في المعادلة بتاعتنا هي العدة. كل مرة بنرفع الوزن وننزله بشكل كامل ومظبوط، دي اسمها عدة. العدات دي هي الشرارة اللي بتبعت إشارة للعضلة عشان تبدأ تتغير. المتغير التاني هو المجموعة. لما نعمل عدد معين من العدات ورا بعض من غير راحة، يبقى إحنا كده خلصنا مجموعة. المجموعات بتضمن إن الإشارة اللي بعتناها بالعدات وصلت للعضلة بشكل كافي وواضح عشان تبني نفسها أقوى. وآخر متغير في المعادلة وأهمهم هو الراحة. ده مش وقت ضايع، ده جزء أساسي من التمرين. من غير راحة كافية ومحسوبة، مخازن الطاقة في الجسم مش هترجع تتملي تاني، والأداء هيقل وفرصة الإصابة هتزيد. الراحة هي اللي بتسمح للجسم إنه يستعد للمجموعة اللي بعدها بكل قوة. دلوقتي وصلنا لأهم جزء في المعادلة كلها. ممكن نكون عرفنا كل حاجة عن المناطق والأرقام، بس من غير تطبيق صح كل ده ملوش أي قيمة. هنا بقى السر الحقيقي بيظهر. الجملة دي لازم تبقى محفورة في الذهن. رفع وزن تقيل بشكل غلط مش هيبني عضلات، ده هيبني طريق سريع ومضمون للإصابة. الأهم من كام كيلو بنشيل هو إزاي بنشيل كل جرام منهم. التكنيك الصح بيتلخص في التفاصيل الصغيرة دي: مكان الإيد على الجهاز، ارتفاع الكرسي المناسب للجسم، تنظيم النفس مع الحركة، ثبات الجسم. التركيز على التفاصيل دي مش بس عشان نتجنب الإصابة، لأ، ده عشان نتأكد إن كل عدة بنعملها بتستهدف العضلة الصح 100%. وده الفرق بين تمرين فعال وتمرين بيضيع وقت ومجهود. بالخريطة دي وفهم لغة التمرين الصورة بتبدأ توضح. إحساس المتاهة بيختفي وبيتحول لشعور بالتمكن والسيطرة. لازم دايما نفتكر إن كل شخص بنشوفه في الجيم بيشيل أوزان تقيلة وجسمه مثالي كان في يوم من الأيام واقف في نفس المكان بالظبط، تايه ومحتار. الكل بدأ من الصفر، اللي بيفرق بس هو البداية الصح والاستمرارية عليها. دلوقتي المفتاح بقى معانا عشان نحول أول يوم في الجيم من تجربة مرعبة لتجربة ممتعة ومثمرة. نزل الدليل المجاني دلوقتي وخلي البداية المرة دي بداية بطل.